اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب، وتفضلوا كده دايما منورين حياتي. بشكر كل الناس اللي انضمت جديد لقناتي، نورتوني وشرفتوني وكترتوني. وطبعا تعليقاتكم الحلوة بتسعدني، ربنا يجبر خاطركم يا رب جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. تعالوا النهارده كده روتين خفيف، وعايزه اقول لكم او اشارككم شويه كده مشتريات ونتكلم شويه. في البدايه انا كنت واخده معايا وانا طالعه، يعني كنت رحت الاتيليه ظبطت كده، كان عندي عبايه ظبطتها، ده اللي انا شلتها من الكيسه اول واحده، عشان ما تقولوش ام يوسف خبت عننا حاجه ما وريتلناش، لا خالص، دي ايه، عبايه عاديه عندي، يعني عبايه خروج وكده، ظبطتها وديتها اتيليه ظبطتها. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت كمان هنا مناديل المطبخ، جبت قهوة وفلفل أسمر وليمون وبابريكا، حاجات كده يعني ايه من عند العطارة يعني. وجبت علبتين كشري المحمود ورودي، لأن هما اللي كانوا طالبينهم. جبت هنا بقى الغدا بتاعنا على بال ما نحضر أكل وكده. جبت ايه، ملوحة عارفين مش زي الفسيخ، لا الفسيخ بيبقى حجمه بيبدأ حجمها أصغر، فدي ملوحة والطحينة بتاعتها تمام. جبت كمان هنا لنفسي، افتكرت نفسي خلاص، يعني الواحد استوى في البهدله اللي اتبهدلها الفتره اللي فاتت، فافتكر نفسه كده بحاجه، فجبت كده عبايتين عايزه رايكم فيهم. اللون ده تحفه، انا حبيته كده، خطف في قلبي من اول ما شفتها. يمكن ستايل العبايه نفسه تصميمها مش، بصوا مش يعني اللي هو مش احلى حاجه، بس اللون حبيته. انا بحب الغوامق، بحب في البيت في لبس البيت او لبس الخروج بميل اكتر للغوامق، فحبيت ده، حبيت اللون ده، عشان كده جبتها. هستناك بقى تقولي لي رأيكم فيها. وجبت هنا كمان شرابات بدل الشرابات اللي كل شويه والتاني مضيعينها لي، معرفش المشكله فيها ولا فيهم، يعني كل مره كده اجيب شرابات، اجيب 3 اجيب 6، يعني مره اجيب 3 مره اجيب 6، وبرده نفس المشكله. بص العبايه التحفه دي، العبايه دي يعني بصي ستايلي فعلا، بعيدا عن الترتر اللي فيها ده، بس ستايلي اللي هو العبايه اللي هي واسعه من تحت دي كده. انا بحب الستايل ده، اللي هي مديه شكل الدريس شويه، وكمان فيها شدات كده من على الوسط، بتشديها وبتحطيها كده على ايه، يعني بتظبطيها انت على حسب شكل جسمك. تمام، عجبني اللون الرمادي بتاعها فحبيتها كده، فقلت حلوه يعني، جبتها مش عارفه بقى اعينها للعيد، البسها في العيد ولا البسها دلوقتي، عموما مش عارفه، هي ونصيبها. كمان جبت هنا معطر الجو فريدة، وجبت برسيل بلاك. انا يا بنات عارفه ان هو مقاطعه، بس انا يعني عندي زي ما قلت لكم هدومي كلها غوامق، فهم بل يعني دايما هدومي للخروج وكده غوامق وهدوم سودا، فلما بغسلها باي نوع تاني بتبيض معايا، فانا متعوده اغسلها ببرسيل بلاك، فانا مش عارفه ايه البديل ليه. فلو تعرفوا بديل بدل برسيل بلاك اكتبوا لي في الكومنتات. جبت كاتشب كمان هنا، تمام، جبت واحد حار وواحد بارد، وجبت شويه اللي هو ايه، خلطات كنور، اللي هي البشاميل والكفتة والمشويات والكلام ده كله. جبت شبشب لرودي، هي كان عندها واحد زي ده بس اتقطع، فهي اصرت ان هي تجيب نفس الشكل الاولاني. جبت واحد ليا انا كمان، ده اللي هو شبشب شجة، يعني اللي هو البسها في الشجة بدل ما انا ايه بمشي كده من غير شبشب. وهنا برضو شوية حاجات ايه ميك اب وكده، بس مش هصورها مش هفتحها يعني، حاجات خاصة بيا. تمام، فالمشتريات بسيطة بسيطة بسيطة، يعني في الشكل في الحجم في العدد لكن عايزه اقول لكم في السعر مش بسيطه خالص، مش بسيطه بالمره. بس هنعمل ايه، ضروريات والله يا جماعه، مفيش حياه يعني، مفهومش حياه رفاهيات كده نستغنى عنها، كلهم حياه، نقدر نقول حياه ضروريه. اللهم صل على سيدنا النبي. عملنا كده سريعا، حمرت او جليت الملوحه بالطحينه مع بصل كده، وظبطنا كده غدوه حلوه، بس مصورتش معاكم اللحظه دي. واتغدينا ورتبت المشتريات بتاعتي، كل حاجه شلتها في مكانها، ودخلنا على تحضير الأكل. طبعا أنا جاية من مشوار وتعبانة ومهدودة، بيوسف كان معايا، هو دخل نام ساعة، أنا معرفتش أنام ليه، لأن أنا عندي تحضير أكل. لو دخلت نمت ساعة كده انتوا عارفين الواحد لما مش بيطلع كتير، فتيجي تطلعي مع الدوشة والصوت العالي بره والمناهدة وانت بتشتري وتفصلي، أصل ده احنا طبع فينا الستات على فكرة، فبتبقى راجعة من برا مصدعة كده تعبانة، بس مفيش فرصة ان انا انام لي حتى نص ساعة، لان عايزة احضر لهم اكل. فدخلت كده سريعا، بدأت ان انا احضر، جبت اللحمة، بدأت ان الاول اديها تشويحة كده، وحاطة هنا فاصوليا بيضة، هديها الاول، نجحتها الاول في مية سخنة تمام، بعدين اسلقها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة لكم ان انا كنت نازلة على اساس ان انا اشوف ستاير عشان الشبابيك عندي،
بما ان فيها مفيش ستاير عليها، فالجزاز مدخلنا ضوء بيخلينا مش عارفين ننام، بنصحى من بدري الشمس تضرب في الجزاز كده، فتلاقوا الشقة كلها نور كده تصحينا ما عارفينش ننام. الذباب بقى بيبدأ يدخل يعني بصوا مش مريح بالمرة موضوع ان الشبابيك جزاز بس كده من غير ستارة تمنع الضوء، ده مش مريح. فانا كنت رايحة على اساس ان انا اشتري ستاير، تمام. رحت اشتري ستاير، ما اقولكوش بقى على الاسعار اللي انا انصدمت فيها. اسعار ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل يا جماعه ده؟ يعني عشان تعملي ستاير عايزه ميزانيه، ميزانيه كده خاصه كده تكوني عاملاها للستاير، تمام. فكل ما اروح عند حد بتاع ستاير يقول لي انت عايزاها بلتكانه ولا عاديه، عايزه ستاير ويفي ولا العاديه، عايزه مش عارفه طبقتين ولا ايه. اتشتت يعني، مبقتش عارفه انا عايزه ايه، وكمان مش محدده الالوان اللي انا عندي. انا رايحه فعلا، دي غلطه مني، ما كنتش محدده انا هجيب الوان ايه. ففي الاخر اشتريت شويه الطلبات دول وما ما جبتش ستاير. فابو يوسف بيقول لي انت مش نازله عشان تشتري ستاير؟ قلت له لا مش هشتري ستاير، لان انا فعلا ما حسبتهاش صح. المفروض ان انا اشتري ستاير، يعني انا لو هعمل ركنه في الصاله الجديده اللي احنا عملناها دي، لو هعمل ركنه ان شاء الله، فالركنه جايه تحت الشباك، فانا مش عارفه نفسي اعمل ستاره طويله لحد الارض ولا اعمل ستاره لحد مثلا الركنه، وانا مش عارفه ارتفاع الركنه يبقى عامل ازاي. تمام. بالنسبه للصاله اللي قدام المطبخ، لو عملت ستاير في الشباك اللي فيها، هل مثلا انا هعملها جاهده كده يعني صاله تانية، واعمل ستاره نص كده نص الحيطه عشان الكنب وكده، ولا مثلا باذنك يا رب، باذنك يا رب مستقبليا لو فكرت ان انا اجيب فيها سفره، فهحتاج ان انا اعمل ستاره طويله لحد الارض تكون ورا الكراسي السفره. طيب الالوان برضو، انا لو ان شاء الله في المستقبل حبيت اعمل ركنه، حبيت اعمل مش عارفه ايه، ما حددتش الالوان اللي انا هعملها، فانا هجيب ستاير دلوقتي بناء على ايه؟ احنا بنعاني من موضوع الاضاءه اللي ضاربه في الشقه دي طول النهار، والذباب اللي طبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها، الحشرات دي بتتلم على الاضاءه وعلى المكان اللي بيبقى فيه نور او فيه شعاع شمس داخل فيه. فاحنا بنعاني فعلا من الحته دي، بس انا دلوقتي ما حددتش الالوان ولا التصميم ولا المقاسات، فانا هجيب بناء على ايه؟ فقلت كده بدل ما ارجع وانا فاضيه، اشتريت شويه المشتريات اللي انت شفتهم معايا دول، وقلت لابو يوسف لا، هو كانت خطوه استعجال مني ان انا فكرت في كده، تمام. انا لو ممكن اعمل حاجه دلوقتي، ممكن ان انا اعلق الستاير القديمه بتاعتي في الفتره الحاليه عشان تمنع الضوء وكده، لكن فكره ان انا اعمل ستاير من اول جديد واشتري ستاير في الفتره اللي انا فيها، لا مش هقدر اعمل كده خالص خالص خالص، غير لما اخلص فرش وبناء على لون الفرش اركب الستاير من ناحيه اللون والمقاسات. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي بيقول يا ام يوسف انت ليه ما كملتيش وكده، الحمد لله انا وصلت يا جماعه المرحله اللي ما كنتش احلم بيها بصراحه، فالحمد لله على توفيق ربنا وعلى تيسير الامور معايا ان انا وصلت لحد كده. بس انا هدي نفسي هدنه. انا الحمد لله مش هقول لكم استسلمت وسكت على كده، لا، الواحد الحمد لله طول ما عايش بيطمح وان هو يعمل ويجدد في نفسه وفي بيته وكده. بس انا وصلت المرحله اللي هو عايزه اخد هدنه، اخد فتره راحه، ننام براحتنا، نصحى براحتنا، يعني فاهمين حياتي كنت مفتقداها الفتره اللي فاتت. كمان برضو ماديات شويه، يعني انتوا عارفين الوضع اللي انا طالعه منه، فمش عايزه ايه، يعني الواحد بس يسد اللي هو عليه حاليا وبعدين يفكر يعمل حاجه تانية. فالحمد لله اللهم لك الحمد، الواحد بيبوس ايده ووشه وظهره كده ويحمد ربنا في اليوم 10,000 مره بدون مبالغه. الواحد طول ما هو واقف كده مفيش على لسانه غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لان فعلا الواحد لما بيبص للبيت ويفتكر الفيديوهات القديمه الشقه كانت ايه وبقت ايه دلوقتي، لا اللهم لك الحمد يا رب. الواحد راضي يفضل على كده، حتى لو مش هنقول 10 سنين قدام، بس لحد ان شاء الله كده، بس ما تعدي الفتره دي. اللهم صل على سيدنا النبي. بالنسبه للاولاد، في كومنت كده اتكتب لي، ويعني بشكركم بجد على اهتمامكم وعلى نصايحكم. ام يوسف طلعي الكنبه السرير اللي تحت وافرده مثلا لرودي تنام عليه، والصبح اجفله اعملها كنبه السرير. هو اقتراحكم حلو فعلا، بس عايزه اقول لكم ان هي تقيله، انا ما صدقت اني سالتها فعشان اطلعها تاني الموضوع صعب يعني، ومش صعب بس هتكلم معاكم بكل صراحه. إحنا لما بنحل مشكله
تمام، ولو حل مؤقت خلاص بنعتمد إن هي اتحلت، فخلاص بنشيل مثلًا الحاجة اللي إحنا عايزين نعملها أو الحل اللي إحنا عايزين نحله خلاص اتحلت وخلاص. يعني أنا مش عارفة أوصّلها لكم إزاي، بس اللي هو لو أنا حطيتها فبيوصل ويقول لي خلاص ما هو بييجي لها سرير أهو تمشّي بيه حالها، فاهمين؟ فأنا عايزة اللي هو أحُط قدّام الأمر الواقع إن ما فيش سرير تنام عليه. يعني أنتم واصلة لكم المعلومة والّا أنا مش عارفة أوضّح أكتر من كده؟ يعني أنا لو حطيت الكنبة السرير دلوقتي خلاص إحنا حلينا مشكلة رودي، مش هتنام على الأرض ولا أي حاجة، وهو بتنام على سريرها وخلاص. بييجي عندها أوضة، مش الفكرة كانت إن هي يبقى عندها أوضة مستقلة لوحديها وما تنامش جنب إخواتها، أهو بييجي عندها أوضة، بييجي عندها سرير صغير على كده، فهو ماشي تمام. فنيجي بعد شوية كده عايزين نعمل أوضة لرودي، خلاص ماشي حاضر، فاهمين؟ فالواحد مش عايز يوصل للمرحلة دي إن هو يرضى بالحل المؤقت ده، وبدل ما هو حل مؤقت يبقى حل دايم. تمام. وغير برضو الناس زي ما قلت لكم تجيلي عشان انا اطلعها من تحت وكده، بصراحه اطلعها انا والولاد بتبهدل جدا وانا بشيل قصاد الولاد ونطلع وننزل. اللهم صل على سيدنا النبي. فانا في الوقت الحالي محمود ورودي بيناموا على السرير كبير يا جماعه، تمام. بيبقوا حاطين مثلا في فرش يعني محمود متغطي بفرش ورودي متغطيه بفرش، ساعات بيحطوا مخدات ما بينهم. يعني انت عارفين الولاد الصغيرين اصلا السرير الكبير واحد بيبقى نايم اول السرير واحد اخره. انا عارفه ان انتوا بتنصحوني حبا فيا وخوفا عليا وعلى اولادي، بس فانا بوضح لكم برضو النقاط دي. يوسف وسيف بيناموا في المنظر برضو عشان الاوضه ان هي فاضيه، فهي مسجعه يعني في بروده غير طبيعيه عشان الاوض فاضيه. فكل ده انا يعني عارفه ان الموضوع تعب الولادي والكلام ده كله، بس هي حلول مؤقته لحد ما ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله تعالى. ازاي وامتى وكده مش عارفه ومش حاسبالها، لان انا سايباها ببركه ربنا سبحانه وتعالى وبتسهيل ربنا ليا. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. فلو قدام شوية يعني مش عارفة، بس أخلص بس من الأول من الدوشة اللي أنا كنت فيها دي والدنيا اللي حواليا واللي عليا. فبعد ما أخلص من الدنيا دي كلها لو خدت قرار فممكن إن أنا مش هاشتري مثلا سراير لولادي ودولاب والكلام ده كله فرداني كده وبهدل الدنيا. فلا، لو أخدت قرار مثلا ممكن أخد قرار إن أنا أبدأ مثلا أعمل لهم أوضة نوم تكون بمجاسات مظبوطة، عشان ما ارجعش لنفس المشكلة اللي هي الأساس الكبير في المساحة الصغيرة. لا، ان انا اعمل مثلا مجاسات تبقى مظبوطة، تتاخد مجاسات مظبوطة تمام، وتتعامل اوض خاصة بالولاد بالشباب وخاصة بالبنت، كل واحد يبقى ليه اوضته كده. واسس صح، يعني زي ما انا اسست في الاساسات اللي هو الدهانات والتجسيمه والسباكه والكهرباء، زي ما انا اسست صح في الفرش كمان اسس صح، لان دي حاجه العمر. يعني في الوضع الواحد فيه ده وبعد المعاناه اللي مر بيها دي، صعب ان احنا كل شويه والتانيه نغير، صعب ان احنا نشتري حاجه وبعد شويه بعد شهر واتنين تلاته تتكسر ونقول ده باظت عايزين نشتري غيرها او عايزين نصلحها. يعني الواحد ما بيصدق يعمل حاجه ويخلص منها. وانا بالنسبه لي يعني انا حاله خاصه، يعني عايزه اقول لكم لما حاجه تحصل عندي بستنى سنه عليها على بال ما تتصلح، فانا مش عايزه احط نفسي في النقطه دي وارجع اعيد الكره من تاني. فانا لو عايزه اعمل حاجه اعملها صح واسس صح عشان نرتاح بعدين. اللهم صل على سيدنا النبي. فانا حبيت اوضح لكم النقطه دي. لكن انا كده خلاص، يعني بدل ما كنت رايحه اشتري ستاير ومش عارفه ايه وعلى اساس ان انا احل موضوع الاضاءه اللي داخله عندي في الصاله وفي الاوض، لا انا همشي حالي، ممكن اركب الستاير القديمه بس لحد ما اخلص كده ان شاء الله واعرف اكون محدده انا هعمل لون ايه، مجاسات ايه، تصميم ايه كده يعني. ووضحت لكم النقطة بتاعت نومة الأولاد. فيا رب كده أكون كفيت ووفيت، ما يكونش فيه أي استفسار أو سؤال أو حاجة انتوا كنتوا كاتبينها لي وأنا كنت نسيتها. ولو في حاجة أنا يعني نسيتها كده وافتكرتها معاكم في الفيديو هوضحها لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي برضو الشاور أنا لسه ما استعملتوش، تمام، ولسه ما مش مجهز ان هو نستعمله. ليه؟ لان هو عايز سخان وعايز اللهم صل على سيدنا النبي اللي هو الكماليات بتاعت السباكة، عايز حوض وعايز دش الاستحمام وعايز اللي هو اللي عارفين بتاع اللي بتتحط في الارض دي تصريف المية البيبة دي او البلاعة. لسه برضو يعني كل التشطيبات والكماليات بتاعت السباكة لسه ما ركبتش فيه. احنا لما ركبنا الاساسيات بس عشان يركبوا السيراميك الحوائط وكده فما ما يبقاش فيه تكسير. فبرضو ده لسه يعني ان شاء الله باذن الله شويه قدام كده اعمله باذن الله خطوه بخطوه. انا عايزه اقول لكم مش مستعجله في حاجه، يعني انا الحمد لله خلصت الحياة الصعبة من تكسير لمحارة لدهانات لسباكة لكهرباء لتركيب البيبان الكلام ده كله والدهانات البيبان والحاجات دي كلها. دي كنت شوية مستعجلة فيها
عشان كنا متضررين من البهدله، ما كناش عارفين ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نلبس، ولا كانت حياتنا كلها الحاجات كلها مش في مكانها، والحياه كلها كانت مبهدله. تمام. دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحمد لله الواحد بياخد كل خطوه يكون حاسبها كويس ودارسها كويس، مش مستعجل فيها. مش عايزه ارجع واعيد نفس الموضوع بتاع زمان، ان انا عشان اعمل فكروت واعمل ورده باي حاجه وخلاص، يجيب حاجه قديمه ويجيب حاجه مستعمله والكلام ده كله. لا، انا هصبر، مش مشكله، اصبر شهر، اصبر 2، اصبر 3، اصبر سنه، بس اعمل حاجه صح. وحاجه بعدين اللي هو ملومش نفسه ويقول ايه اللي انا عملته ده ولا ايه اللي انا جبته. وكمان حياة تفضل العمر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن انتوا كمان تأيدوني الرأي في اللي أنا قلته وتكونوا متفهمين. يمكن أنا شوية متحفظة، مش عايزة اللي هو إيه انت عارفين، متحفظة في كلامي شوية، فأتمنى بس تكونوا فهمتوني وكده. وان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد من الناس اللي شايلها من رودي وكده، فوالله رودي بتنام ودفيانه افضل من الاول بكتير الحمد لله. وفتره وهتعدي، يعني مش هتيجي صعبه. اللي احنا فيه الوقت الحالي مش هيكون اصعب من اللي عدى او اللي احنا عدينا بيه. في فتره وهتعدي باذن الله تعالى. وانا بشكركم بجد على اهتمامكم وعلى حبكم وعلى نصايحكم الحلوه، ربنا ما يحرمنا ابدا منكم يا رب. عايزه اقول لكم ان وانا بدردش معاكم كنت خلاص خلصت، عملت ملوخيه وعملت فاصوليا باللحمه، وعملت كمان هنا الرز بالشعريه. كان اخر حاجه بس بظبط له الملح واظبط له الميه واخليه كده يعني يستوي كده في الاول على النار عاليه، وبعدين اردده كده على نار هاديه. تمام. وكده اكون خلصت تحضير الاكل يعني الحمد لله. مجرد بس ما غيرت هدومي واتغدينا ودخلت في تحضير الاكل على طول. ليه؟ لان مثلا في الولاد في البيت عايزين ياكلوا، مثلا في عندي مثلا حد ما بياكلش الملوحه فعايز يعني عايزين يتغدوا، عمتي، الكلام ده كله. ابو يوسف نفسه هيصحى من النوم يقول عايز اكل، فما حضرتيش والكلام ده كله. فانا في غنى عن ان انا اسمع كلمتين ما لهمش لازمه. رحت سريعا كده وقلت لا يا بنتي، ما تخليش الموضوع يدخل معاكي بدور ان انت جايه مصدعه وتعبانه والكلام ده. ادخلي على تحضير الاكل على طول. غرفت كده الاكل بسم الله ما شاء الله. رز بشعريه اهو مفلفل بالصوب، اوريكم كده ان هو مفلفل حبايه حبايه، واللحمه والملوخيه والفاصوليا. تمام. بألف هنا وشفا لينا وليكم يا رب، بألف هنا وشفا لكل اللي بيشوف. واتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم. اعتبروه دردشه يا بنات، ما تعتبروش ان هو فيديو. انا عارفه ان هو صغير مش كالعاده يعني. فعايزه اقول لكم ان مكافاه اخر اليوم على تحضير الاكل وكده، ويوسف كان صحي وكان طلع بره، وهو رجع جاب للولاد شويه حاجات كده حلوين، حلويات يعني. جاب لهم جاتو وجاب لهم بسبوسه. فحطيت يعني، هو دخل وانا بغرف الاكل فقلت له كويس يعني يا دوبك يتعشوا وكله ويحلوا كده وخلاص. الحمد لله يوم عدى بستر ربنا، ويوم ختم الحمد لله ختمها مسك، ختم بحياة حلوة زي ما انتم شايفين. بس كده كون خلصت فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهنتظر رأيكم في التعليقات، وهنتظر اقتراحاتكم ونصايحكم اللي انا ما اقدرش ان انا اخد خطوة غير بيها.